العافية. عندنا هني 3 ديايات حطينا بماي حار زين عشان تطلع الاسفرة، ونشيل الاسفرة بعدين اقول لكم ايش راح نسوي. وراح نسوي حشو ان شاء الله وعيد. طبعا مقادير المكبوس معروفة اللي هو الدياي والبهارات. وحق الحشو شنو؟ انا الحشو مالي احط فيه بصل وبطاط ولوز مكشور وثوم وزنجبيل وهالسوالف. البطاط نقصص بطاط مكعبات حق الحشو اللي هو نفس هذا، ودوائر حق الجدر. عندنا البصل مال الحشو نقصه كذي صغار ناعم حق الحشو، والبطاط واللوز المكشور معروف بعد. الحين احط لكم نتبعوا الخطوات. ما يستوي دياينا نسوي الحشو. نبلش بالحشو الحين. نقط البصل نحمس شوي بعدين نحط الثوم والزنجبيل والبطاط. بعد ما حطينا البهارات الحين نحط الثوم والزنجبيل نحمسهم شوي بعدين نحط البطاط. الحين نحط البطاط نقلب ونقصر عليه ونسكر عليه عشان يستوي براحته. طبعا قفشة عداني صغيرة مع الحشو تعطي نكهة عجيبة. الحين طلعت زفرة الدياي، نشيل الزفرة مالت الدياي اللي فوق بعدين نحط شغلنا. الحين عاد نحط راس بصل عشان يسحب باقي الزفرة، ونحط عودين دارسين اللي هي البهارات مالت مجدي المخلطة عرفتوها مالت البرياني، وراح نحط بودر بعد. بس حطينا البهارات. الحين ننطر الدياي يستوي 3/4 استوى لانه وراه شوي قلي بعدين بقاع الجدر. خوش نسكر عليه ربع تسكيره كذي مو كلش ونخليه. عندنا هني اللوز المكشور. لوز مكشور حمرة شوي. اللوز المبشور مجرد انه نحمره تحمير بس كذي. شوفوني طبعا تلاحظ انه بلش يتحومر شوي. من يتحومر يعطي نكهة وريحة حلوة شي، نكهة حراق خفيفة لذيذة تعطي بالحشو خوش نكهة. الحين عاد نحط الحشو ونقلب. تقريبا عندنا الحشو جاهز لان البطاط شي قام يتنتف. نسكر على الحشو ونخليه عاد. نخليه حق بعدين، ما تخليه يستوي وايد عشان لا ينهري. لحظة، في خطوة أخيرة نسيت أقولها اللي هي الملح. تملح حشوك تقلبه قلبتين وتسكره. تحس ان الدياي خلاص يبيله شوي يستوي تملح الماي. احنا ما نملح مبكر لان الملح يخلي الاكل عاصي ما يخليه يستوي. عاصي الحلاني ادري بليغه. الحين شو نسوي؟ طلعنا الدياي من الماي بس النار شغاله تحته، حطينا جدر ثاني في ماي عادي شويه ماي عادي، والحين نشخل ماي الدياي نحطه عليه. حق شنو؟ انا اقدر اسوي مطبق يعني ما احتاج ماي عادي، اطبق العيش بالماي هذا، بس في ناس ما تعرف احنا راح نسوي عيش مشخول بماي الدياي. الحين حطينا الماي مع ماي الدياي. الحين نملحه عشان نحط العيش. نذوق ملحه طبعا لانه كان في ملح مال الدياي، فنزيد ملحه ونذوق. هذا العيش عندنا قام يقلب العيش الماي. الحين نحط العيش. راح نسوي عيش مشخول بس بشنو؟ بماي الدياي. الحين بعد ما شخلنا العيش نحط نفس الجدر شويه بقاعة الجدر دهن، ونسطر بطاط حلقات عشان نصف الدياي والعيش والحشو. نصف بطاط حلقات بكل قاع الجدر. الحين نصف الدياي بنخليها على ظهرها فوق عشان لما نقلب الجدر تتعدل الدياية. الحين سطرنا الدياي قبل لا نحط الحشو. وش نعطيه؟ شنو هذا؟ هذا بخاخ زعفران. الحين بعد ما زعفرناه نحط الحشو فوقه، الحشو المنهنه اللذيذ. والحين الخطوة الأخيرة نفرش العيش فوق الدياي والحشو. هذا الحين شنو؟ ماي ورد وزعفران وقفشة عداني. نحطهم بالميكرويف شوي عشان يذوب العداني.
مجرد انه ذاب الحين عاد تصبه فوق العيش وتسكر جدرك بقصدير وتنساه من نص ساعة إلى 45 دقيقة. الحين حديدة ونار هادية، ومن 30 دقيقة إلى 35 دقيقة صينية وتقلب الجدر ويا يمه.